السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران، كل عام وأنتم بخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان على طاعة، واجعله خير رمضان يأتي علينا في طاعتك اللهم آمين. هنعمل النهاردة منين الأفراد وهنعمل منين العجوة بمقادير مختلفة على طريقة ماما وعلى طريقة الأفراد. قبل ما هبدأ المكونات أصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معايا طبق حطيت فيه معلقة كبيرة خميرة عبارة عن 11 جرام، ومعايا 3 معالق سكر ونص كوباية مية دافية وقلبتهم وحطيتهم على جنب، ومعايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات أنا نخلاه وحط عليه رشة ملح، ومعلقتين لبن بودر، ومعلقتين ريحة الكحك بيجي من عند العطار، ومعلقتين سمسم، ونص كيس بيكنج باودر، يعني عبارة عن معلقة كبيرة بيكنج باودر. هقلب كل المكونات دي مع بعضها لغاية ما تتجانس مع بعضها. يبقى انا كده هقلب كل المكونات مع بعضها لغايه ما تتجانس مع بعضها. هنا هنبدا نحط كوبايه السمنه اللي انا اصلا مدفياها على النار، ولا هي سخنه ولا اي حاجه، هي دافيه يعني يا دوب فكت من السقعيه، لغايه ما اغلي في الدقيق خالص ويبقى عباره عن حبيبات زي رمل المناد دي كده، كل حبيبه مخلوطه بالسمنه متغلفه عشان انا عايزاه يفول في البق وانا باكله. بعد كده هنزل بكوبايه السمنه التانية، والكوبايه دي عباره عن كام جرام يا امان؟ عباره عن 188 جرام. يبقى خدت كوبايتين سمنه، كل كوبايه من الكوبايتين عباره عن 188 جرام. طبعا هجمع الكوبايتين واحط لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا عباره هنا الكوبايه التانية اللي انا بقول لكم عباره عن 188 جرام. يبقى حطيت اول كوبايه ودي التانية، يبقى كده انا استخدمت الكيلو دي اخد معايا كوبايتين سمنه، الكوبايه 188 جرام. هبدا اخلط الكوبايه التانية بقى كويس جدا بتلطيف صوابعي، انا مش بعجن يا جماعه. العجين او القرص المبسوسه او المنين المبسوس بتلطيف ايديا، زي ما اكني بعمل كحك العيد بتلطيف ايديا، ما بعجنش. انا مش عايزه اشغل فيه الجلوتين، انا عايزاه العجينه تبقى مقطعه ما فيهاش عيب. خلاص نعمت ودابت معايا كده. هبدأ بعد كده انزل بالمية. انا نزلت الاول بنص كوباية مية مع الخميرة، هنزل باول حاجة اللي هي نص كوباية المية اللي انا حاطه عليها معلقة كبيرة خميرة اللي هي دي. هقلب فيها السكر اللي هو 3 معالق سكر وهنزل بيهم. انا مش حاطه نص كوباية سكر ولا ربع كوباية سكر، لان العجينة هحشيها بملبن وهحشيها بعجوة، فمش عايزة العجينة تبقى معايا السكر بتاعها عالي، انا عايزة طعمها يبقى حلو. ماشي، هبدأ اللي انا خلاص دخلت الخميرة معايا نص كوباية المية، هبدأ اللي انا احطها. طبعا انا جيت احطها في الاول لقيت المية بردت معايا، فدفتها وقمت حطها تاني. يعني الميه اللي انت بتعجني بيها لازم تكون دافيه عشان العجينه تشتغل معاكي وتخمر معاكي. يبقى دي بقيت كوبايه، يبقى كده كوبايه ميه. كل اللي انا استخدمته لغايه دلوقتي في العجين قد ايه؟ كوبايه ميه من المج اللي معايا، ودي الكوبايه التانية اللي قدامي. هبدا انزل واحده واحده، مش عايزين العجين يخدعنا. يعني ايه يبان يخدعني؟ يعني يبان العجينه لا محتاجه ميه، فابدا اللي انا احط ميه كتير وبعد كده الاقي العجينه ثابت معايا. ساعات ممكن يخدعك والعجينه مجرد ما انت هتعجنيها زي ما انا بعجن كده هتلاقي العجينه نعمت معاكي وبقت حلوه. عشان كده بقولك، ودي الفيديو دوت يعني هدية للمبتدئات أو للبنات اللي في ثانوي أو جامعة أو للعرايس الجداد اللي هم ازاي يتعلموا يعرفوا العجينة ازاي المظبوطة. طبعا هنا العجينة خلاص عجنتها، خدت مني كوبايتين مية أول عن آخر. ممكن تاخد معاكي أكتر شوية، معلقتين أقل معلقتين حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. هنا العجينة لازما يا جماعة عوامل نجاحها العجينة معايا بتقطع كده، أضمن اللي هي هتفول في البق ومش هيبقى فيها عبء خالص. تاني حاجة العجينة خلاص هنا أنا بعمل لها اختبار، بقوم لماها كده على شكل بقجة، وبعد كده أقوم عاملاها بين كفوف إيدي كده زي ما أكون بعجنها كده على شكل دايرة كده، أقوم عجنها بإيدي كده. أنا كده بعمل إيه؟ بشغل العجينة وبوريكي اللي العجينة مبططة كده مش هتقطع. شفتوا مفيش فيها أي تشققات، يعني معنى كده اللي كمية المية بتاعتها مظبوطة. أبقى افرض لقيتي العجينة معاكي بتشقق بتقطع، يبقى لسه محتاجة معاكي حبة مية. هتحط لها لغاية ما العجينة تنعم معاكي كده وما تلاقيهاش بالشقق زي كده. العجينة دي عايزاها انتي هنا العجينة بعد ما خمرت
ما شاء الله، شوف صوابعي بتعلم فيها ازاي. سبتها بالظبط ساعة ونص او ساعتين على الرخامة، غطيتها بكيس وحطيتها على الرخامة، ولا مكان دافي ولا اي حاجة. هبدأ بعد كده اقطع منها واشكل عشان اشوف هعمل ايه. انا ما بنزلش الخمر يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده انا بقطع على طول وبشكل. هنا معايا ملبن، هحط رشة نشا على الرخامة عشان الملبن هيلزق معايا، وابدأ اعمله شكل صوابع اللي هحشي بيها. دلوقتي انا عايزة المنين بتاعي ناعم عن كده يا امان. انا عايزاه انا عاملاه ما هوش ناعم قوي. يعني ايه ما هوش ناعم قوي؟ يعني تقدري زي بتاع الافران تشيليه وتحطيه وتنقليه وتوزنيه وتعبيه وترميه، واخده بالك انت في كل الخطوات دي، وهترميه بعد التعب ده. انا قصدي اللي ينفع يشال وتحط بدون حذر، تقطميه ناعم في بقك، وفي نفس الوقت ماسك متماسك، ما هوش دايب لدرجة اللي هو يتكسر منك ويدوب ويتهرس ويتفتفت، لا. ابقى انا عايزاه لا بيدوب شويه. هحط 400 جرام سمنه على الكيلو دي. ابقى انا عايزاه بقى دايب قوي، هحط 500 جرام. ابقى انا بقى عايزاه زي كحك العيد كده، غريبه ببقي، ناعم قوي ببقي. هحط يا جماعه من 530 جرام الى 550 جرام. واهم حاجه الخطوات اللي انا بشتغل بيها. طبعا انا خدت العجينه الاول نعمتها في ايديا، يعني شغلتها في ايدي، طبيتها كده عشان ما تشققش معايا وانا بفردها، وبعد كده عملتها شكل اسطواني بالطول، وبعد كده فردتها بططتها كده عشان احط الملبن. قبل الملبن يا امان ده بيرجع لك انتي. انا واحده من الناس ما بحبش الملبن، فودي يعني ما احطش ملبن خالص. انتي بتحبي الملبن هتحطي ملبن كتير قليل، ده بيرجع لك. هتحطي صوبع بشكل بقى صوبع رفيع كده، بحيث العجينه تبقى في قلبها ملبن ومش في نفس الوقت فاضيه. يعني دي حاجه بيرجع نسبه وتناسب ليكي انت بتحبي ايه. ماشي. خلاص هبدا اللي انا المه من الجوانب كده على الملبن زي ما انت شايفه كده. هبدا المه من الجوانب. بعد ما بتشكليه بتسيبيه يرتاح من ساعة ونص لساعتين، لغاية ما تحسي اللي هو علا معاكي. مش علا، مش هيعلى للدرجة يعني زي ما هتشوفوا في الوقت وهوريكم. بتحسي ان العجينة ارتاحت واخدة راحتها. بعد كده بندخلها الفرن على ايه؟ بكون محققة الفرن على درجة حرارة عالية، وبدخلها رف وسطاني على نار أقل من المتوسط يا جماعة. مش عايزة النار ميلة مايلة للهديان مش عالية. أنا عايزة النار مايلة للهديان عشان يطلع مقرمش معايا ودايب وبيدوب زي الغريبة كده. هبدأ زي ما انتوا شايفين كده، أنا قفلت كويس. ببدأ بقى أعمله على شكل اسطواني، يعني كأني ببروم كده، ببرومه تاني عشان أنا عايزة أقطعه مبروم، مش عايزة أقطعه مفرود. هبدأ أفرمه. السمك ده بقى بيرجع لك، عايزاه تخين زي كده السمك المتوسط ده هتعمليه على كده. عايزاه رفيع تفضلي تبرمي لغايه ما ترفعي الرفع اللي انت عايزاه. يعني ده بيرجع لك انت الرفع دوت، يعني السمك التخين رفيع ده بيرجع لك انت. عرفتي؟ بتبداي تقطعي، تحطي سمسم في طبق على الرخامه، ده برضك بيرجع لك. ما تحطيش خالص، كل حاجه بيرجع لك. الصينيه اللي بتحطي فيها من انت دهنها، لا طبعا، لان هو اصلا في كميه سمنه مش هتخليكي تحطي. ابي امان السمنه اللي انت حطاها دي. ليه العجينه لونها اصفر؟ لان العجينه السمنه دي سمنه لونها اصفر. ابي السمنه دي من بلدي كلها، يعني سمنه فلاحي. لا هكون صادقه معاكي، اللي انا مش عاملاها سمنه فلاحي، انا عاملاها سمنه جنه على سمنه بقري. السمنه بقري عندي فلاحي. البقري دي اللي هي السمنه الفلاحي اللي جايه من البقر مش من الجمايز. دي طبعا المعلومه دي خدتها من ماما، ربنا يحفظها يا رب. طبعا انا بجيب سمنه جنه ريحتها حلو وطعمها حلو. وما اكون هعمل حاجات من دي اقوم عاملاها خلطه سمنه جنه على سمنه اللي هي بقري. دي الاتنين لونهم اصفر، بيبقى طعمهم حلو قوي، وطعم البلدي بيبقى طاغي مش الجنه. يعني بحط كوبايه من دي وكوبايه من دي. عايزه تحطها كلها بقى جنه كلها بلدي، دي بيرجع لامكانياتك. ده بعد ما ارتاح وزي ما انت شفتيه على شويه. السمك برضك بيرجع لك زي ما احنا اتفقنا. طبعا ايام ماما ربنا يديها الصحه ما كانش فيها حاجه بقى اسمها سمنه نباتي دي خالص، يعني كل الشغل هنا ما شاء الله بالبلدي. بعد ما طلع من وطبعا الفرن ما شاء الله كانت الحاجه وما شاء بتبقى الله رائعه. هنا هنا بقى عاملة ما شاء الله لا حجمين قوه. زي ما انا قلت معاكم، الحجم رفيع والحجم المتوسط. يعني عامله لك الحجم اللي انت بقى بتحبيه اعمليه، عايزه توفعيه توفعيه، عايزه تعمليه ده رفيع
والملبن فيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده رفيع. وفي اللي هو الوسط التاني اللي هو بتاع القفان اللي بيتباع في القفان، ده رفيع قوي، انا بحب الرفيع قوي ده. وعندك الوسط اللي هو بتاع القفان، والتاني المنين اللي هو بالعجوة دوت بطريقة ماما زي ما بتحب التشكيل. طبعا ما تنسيش تاني تدخلي تكوني محققة الحرارة قبل ما تدخلي الصاج الفرن على درجة، وبعد كده بتدخلي الصاج في وسطاني هنا المنين بعجوة قد ايه، تحسي اللي هو من جوه اللون التحميصه بتاعه المنين محمر كده ولونه تحسي اللي هو فعلا ما شاء الله مخدوم حلو، وكمان يعني سويه في الفرن حلو. شفت المقرمش كده ورائع ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه اهم حاجه رف وسطاني بيكوني محققه الحراره. اول ما يخش الفرن بتخلي الحراره اقل من الوسط، الحراره يا جماعه اقل من المتوسط، عشان عايزاه يتحمص من جوه ومن بره، ويبقى من جوه مقرمش ومن بره مقرمش، مش من جوه طري ومن بره مقرمش. هو ما شاء الله انا طبعا ماسكه الموبايل بايد وبعمل بايد، بوريكم قد ايه هو ناعم وجميل ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا كل ما بيقعد كل ما بيبان نعومته اكتر. يا رب الفيديو يكون